بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ازيكم أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل اخواتي المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنوريني، وجودكم دايما على راسي من فوق. يلا بينا ندعي لبعض ونقول ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وفك كرب كل مكروب، واصلح حالنا وحالكم. قولوا امين يا رب العالمين يا رب العالمين. ازيكم احلى اخوات؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفين يعني كده كده داخله بالمواعين، هتجيله شوق في حاجه مواعين وما اقدرش استغنى عنه. عارفه ان كل فيديو مواعين مواعين والله، بس هعمل ايه يا جماعه؟ دي والله العظيم هنفضل كده الحمد لله. ربنا يهدلنا نفسنا ونفضل كده راضيين بكل حاجه عندنا. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يهدلنا نفسنا ويجعلنا كده من الراضيين الحامدين الشاكرين دايما على اي حاجه. الحمد لله الحمد لله دائما وابدا. هنا بس كانوا هم طبقين كده، غسلناهم وروقناهم ونضفناهم وهم خلص يعني خلاص خلصنا يا جماعه بقى. ما تزعلوش بقى وتزعلونا يعني كلهم شويه مواعين على السريع. حد هيقول لي طب ما تغيري حاجه تانية؟ غير ايه يعني؟ اطلع غير العبايه ولا اعمل ايه؟ هو دي هدومي وهي دي مواعيني يعني، هو دي شغلتي والله العظيم. يعني انا فاتحه القناه روتين يومي في بيتي في مطبخي، هو ده الموجود يعني، هو ده اللي عندي وهي دي حياتي، وهفضل اقول كده على طول. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يديم علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. غسلنا بقى الطبقين اللي كانوا معانا وحمدنا ربنا وخلص اهو. استغفري بقى وقولي كل اللي عندك كده وانت واقفه اهو خلاص. على فكره الحلل دي نضيفه والله العظيم، بس انا ما اعرفش كان ايه اللي طرطش عليهم يعني. انا حطاهم كده تحت الرخامه بس في حاجه طرطشت عليهم، فقلت لا هلمعهم تلميع على السريع كده يعني. هم اصلا مش كان مطبوخ فيهم ولا حاجه، بس دايما ايدك في الحاجه كده عشان ما تتعبيش فيها. قلت لكم 1000 مره يعني. ممكن وانت واقفه كده لو فاضيه شويه نزلي ضلفه من المطبخ كده عندك الكوبايه، تحس ان هي باهته مش حلوه ما استخدمتهاش كتير، اشطفيها وسيبها تصفي وعينها تاني. بجد بجد دي بيفرق معاكي في التنظيف وفي حاجات كتير قوي، ودايما بتبقى حاجتك نظيفه وريحتها حلوه كده وبتلمع وزي الفل. وزي ما قلت لكم دول اساسا مش وسخين، بس انا كنت حاسه ان في حاجه مطرطشه على الحلل كده. قلت يا بنتي خدوهم بقى شطفه كده وانت واقفه، بما ان الصابون نظيف والحاجه نظيفه معاكي اهو كده. خلاص خلصتي يعني. خلاص هنغسل الحوض بقى وننضف حوالينا كده، عشان كنت مطلعه فراخ يعني، هي فرخه يعني وشويه رجلين كده كنت هعملهم ايه، هنشوهم في الصينيه كده. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول ايه، ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. 1000 مره لازم تقول الكلمه دي كل. هنا زي ما انتم شايفين كنت نقعها اساسا في دقيق وملح وجنزبيل وليمون زي ما انتم كنتوا شايفين كده يعني. مسكتها هم اساسا كانوا نصين، وقمت ماسكاهم قطعي بقى 8 12 9 10 20 زي ما انت عايز. ما هو مش ريبش خلاص بقى. اسفه يا جماعه والله بكلم رهف، بس انا كل شويه افصل واكلم رهف ونرجع تاني. الجو حر على كل الدنيا والله بجد يا جماعه، فعلا وحياه ربنا الواحد بيطبخ وهو بيطبخ بيسيح يعني الحمد لله الحمد لله ان احنا قادرين نخش المطبخ ونطبخ لهم في عز هذه الظروف. اللهم لك الحمد يا رب. هنا زي ما انتم شايفين قطعتها، وكان عندي شويه رجلين كده. لما بنجيب الفراخ الرجلين بتبقى جايه الوحيده والله، مش بعمل فيها حاجه ومش بطبخها في يومها يعني، بس لما بيبقوا مشويين واخدين خلطه الشوي كده بيبقى طعمهم حلو شويه. المهم هنا مسكنا بقى الفراخ زي ما قلت لكم، لان كنت نقعهم من قبلها، فمسكتهم بقى شطفتهم كده اهو. هشطفهم بقى وروقهم كده واحطهم. اهم حاجه تحط الزفر بتاعك في مصفى عشان يبقى نضيف، لا ريحته زفاره ولا في دم ولا في اي حاجه، نضيف من ميته كده زي الفل. اي نقطه دم في اي حاجه بتنزل وببقى فله شمعه منوره. تمام خلاويص كده اهو. خلص واغسل الطبق اللي انا شغاله فيه والله العظيم، والحوض هتملى مواعين تاني ولا اي مشكله اهو. هنا لقيت الرجل دي فيها حاجه مش حلوه، شلتها ونضفتها اهو، غسلتها وحطيت. ركننا بقى اللحمه على جنب كده، وهشيل بقى الزوايد اللي انا شلتها من الفراخ والحتت اللي هي الدهن والحاجات دي شلتها منها زياده. وهنغسل بقى الطبق كده وننضف الحوض ونروق الدنيا عشان نروح على رخامتنا اللي عند البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه اهو. انا ممكن اغني الاستاذ عباسط حموده واقول له ايه، قولي لي ايه يا مرايتي، قولي لي ايه حكايتي حكايتي على الحوض. هنا المهم نضفت الحوض ونضفي حوضك اول باول كده عشان ما يتكتمش اهو زي ما انتم شايفين كده. خلاص يلا بقى نبينا كده نروح على ايه، على الرخامه.
خلصنا بقى، مواعيننا اتغسلت والدنيا بقى زي الفل. هطبخ باميه، طلعت كيسين باميه عشان انا بحب الباميه تاني يوم، وكيس صلصه، ودي الحمد لله اخر كيس صلصه عندنا. وبما اني كنت عايزه افضل فريزر بقى، كل سنه وانتم طيبينها، المانجا بقى جت والحاجات، قلت بقى ايه، كان عندي ليمون وقشر برتقان وحاجات، قلت نعملهم خلطه كده نغسل بهم. انا كنت عملت الليمون، بس شفت الشيف سارة عبد السلام عملته بجد، كنت عملت الليمون. انا لما بعصر الليمون ما برموش، بعبيه في كيس واحطه في الفريزر، وكان عندي قشر برتقان كمان، قلت يلا اعمله كله حمضيات، اعمله كله على بعضه ونسويه ونعمله كده على نغسل بوه، بجد جميل يا جماعه. انا ما نزلتوش لكم والله لما جربته قبل كده، بس انتوا ما تحطوش برتقان، اعملوا الليمون بس، احلى واجمل كمان. اول حاجه كمان بيطر ايدكم ساعه غسيل المواعين، انت بتاخدي منه تحطي على غسيل المواعين، تمسحي الارضيات. ممكن الناس بتعصر ليمون في الغسالات العاديه مش الاوتوماتيك، في الغسالات العاديه بتحط ليمونه عشان الهدوم، ممكن تحطيه في الغسيل. تمام. هنا بقى خلاص حطيت له رتلين ميه كده، لان الكميه كانت كتير مش شويه، وحطيته على النار، مش هعمل فيه اي حاجه خالص، هسيبه يستوي خالص عشان هفرمه في الخلاط. هنا كنت عشان ما اطولش عليكم، انا عملت خلطه الفراخ قبل كده كتير، جبت طماطمتين وقرنين فلفل وبصلتين وليمونه وضربتهم في الخلاط. تمام. وبعدين زي ما انتم شايفين كده، اما اتعملت لنا الخلطه دي، جينا هنا احط فلفل اسمر، واحط كزبره ناشفه، واحط 7 بهارات، واحط حبه زيت، واحط حبه خل، واحط كاري، وهحط بصي العبي بقى في بهاراتك بقى، عشان ايه ما اقعدش اعد لكم على الفاضي كده. العبي في بهاراتك اللي انت عايزاها، حبه بابريكا، ما تحطيش الحاجات اللي انا بحطها، احط ملح فلفل ما فيش مشكله عادي، حطيت حبه زعتر. هنا بقى اعزكم الله عملت بايديا عشان ما حدش يقول لي ايديكي ومش ايديكي، هي دي اللي هتنفع في الظروف دي. المهم عشان ايه، اخلط الفراخ كلها كده بالخلطه دي، وهسيبها اقوله نص ساعه كده بس، وبعدين هحطها على النار سريعا، يعني دي الفراخ المشويه سريعا يعني. تمام. تمام والله كانت زي الفل وزي العسل والله، ما دام علينا نعمه يا رب العالمين. وزي ما قلت لكم ان انا مطلعه كيسين باميه وكيس طماطم يعني. وهعمل ايه، هعمل كمان رز حبايه وحبايه، احنا اولادي بيحبوا الفراخ المشويه دي مع رز حبايه وحبايه. هنا كنت خرطت البصلايه يعني برضو عشان ما اطولش عليكم وازعجكم وعينيكم توجعكم من البصل، اختصرت لكم الموضوع، وجبت شويه توم كده عشان احنا هنعمل باميه. في ناس بتعمل باميه بالبصل، في ناس بتعمل باميه بالتوم بس، لكن مطلق الحريه في طبيخك واللي انت متعوده عليه واللي انت كنت بتاكليه عند امك اعمليه. هنا زي ما انتم شايفين اهو، لو عندك حماتك بتقول لك اعملي كذا اسمعي كلامها، ما بتحبيش تعملي اعملي لها هي، واعملي لنفسك حاجه تانية. المهم هنا زي ما انتم شايفين كده، ههرس التوم بالهراسه دي على طول كده، البتاعه دي جميله قوي، بتوفر عليا بقى المدق والكلام ده. هنا زي ما انتم شايفين اهو، هشوح بقى البصلايه كده لحد ما ريحه التوم بس تطلع. انا مش هحمر حاجه يعني، ما بحبش احمر التقليات، فلحد بس ريحتها ما تطلع كده. حطيت شويه كزبره هشوحهم فيها كده، عايزه تحطي كمون وكزبره ما فيش مشكله، هشوحهم بس لحد ما ريحه الكزبره تطلع، وهقوم حاطه الطماطم. وبعد ما الطماطم تفك هنحط الباميه. هكون انا بقى غسلت الرز علشان ايه، علشان نعمل رز حبايه وحبايه. اي امسحي يا حبيبتي، نضفي يا ماما نضفي، ما احنا لو شغالين في البلديه كان ارحم لنا. المهم هنا زي ما انتم شايفين كده، حط بقى البهارات على الطماطم، حطيت حبه بابريكا ومعلقه ملح وحبه سكر، وكان الله بالسر العليم. هدي عليها يا حبيبتي كده لحد ما تفك، وبعدين قومي حطي عليها الباميه تاخد ودي بشكل ودي، وبعدين زوديها كالعاده يا ساده. هنا زي ما انتم شايفين خلاص الصلصه فكت، حط الباميه اللي شويه، حطها على العين الصغيره هتفك مع نفسها خالص وهتشرب من بعضها. حطينا الفراخ على البوتاجاز من فوق شويه، لما تيجي تستوي هنحطها في الفرن تاخد شويه من الفرن وتحمر. ومعانا الليمون والبرتقال زي ما قلت لكم، ويمكن هيطلع غامق شويه علشان كان عندي ليمون نشف وحطيته في الفريزر، فهو كان مسمر اصلا في الفريزر، فده مش مشكله يعني. المهم غسلت الرز ونضفته وحطيت نصه، حطيت شويه زيت وهحط نصه اهون، واسيب نص الرز، نص الرز هنحمره ونص الرز مش هنحمره. احنا بنعشق الرز دي مع البسله ومع الفراخ المشويه ومع البطاطس المحمره، مع شويه اكلات كده احنا بنحبه اكتر من الرز بشعريه. كل واحد بقى زي ما بيحب، انت شوفي انت بتحبي ايه وعيالك وجوزك بيحبوا اعملي. ولو متضايقه منهم ما تعملي لهمش اللي هم بيحبوا، اعملي لهم حاجه تانية. ولو متضايقه خلاص سيبي لهم البيت وامشي يلا. انا نصيحه مني وربنا يكرمني ويكرمكم ان شاء الله في عز الحر اللي احنا في امه ده. المهم هنا زي ما انتم شايفين الرز احمر، وحطيت معلقه سكر كده، اول ما جه احمر كده بيخلي طعم الرز مسكر وزي الفل، ما تخافيش ما بغيرش طعمه. حطيت ورقتين لوري، وبعدين حطيت الرز الباقي شوحتهم تشويحتين، وحطيت الميه الرز. خلاويص يلا على اللي بعده على طول كده، عشان ايه
احنا ما بنحبش ناخد وقت في اي حاجه. تمام. انا اسفه على صوت المروحه يا جماعه، وهفضل اقول لكم برده كل مره لان انا مش قادره اسجل من غير صوت مروحه، والمروحه صوتها مزعج في التصوير. اعذروني معلش لحد ما الشتاء يجي ان شاء الله. هنا زي ما انتم شايفين خلاص هنغطي على الحله، ودي بقى قدامه بقى ساعتين كده ان شاء الله كده عم يستوي. وحطينا الفراخ بتاعتنا في الفرن وطلعت زي ما انتم شايفينها. الله عليك يا عم بخ، والرز مفلفل فل، شمعه منوره، حبه باميه يستاهلوا بقكم. تعالوا كلوا يا اولاد. حبه زيتون، اللهم ديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال. وكده كان اكلنا خالص. يلا بقى على الخلطه اللي احنا عملناه. هنا بعد ما اكلنا قمت ماسكه بقى، كان بيرد، ضربته في الخلاط وجبت هنا ايه دي. عايزه تحطي بقى الحاجات دي تحطها، ما تحطهاش ما تحطهاش. دي معلقتين كبار كربوناتو، ونص معلقه نص كوبايه خل. تمام. عايزه اقول لكم ان هو عمل فوران. انا قعدت اكتر من نص ساعه اقلب فيه، لان لو ما كنتش قلبت فيه كان فار. انتوا عارفين ايد من دي ايد رهف، كان فار وبهدل لي الدنيا بجد. رهيب والله رهيب. حابين تعملوه اعملوه، مش حابين تعملوه قولوا لي بطلي عكه وما تعمليش اي حاجه. خلاص انا عملته. المهم هنا زي ما انتوا شايفين اهي، شوفوا عمال يفور. دي ايه؟ دي علشان الكربونات والخل. تمام. شوفوا بيغلي سبحان الله. عايزه اقول لكم خلي الاستانلس، الكوبايات، الحوض، الرخامه، البوتاجاز، كل حاجه حطيه خدي معلقه كبيره كده وحطيه مع غسيل المواعين. في الفيديو التاني بقى هاخد الباقي واغسل بول مواعين ان شاء الله. وانا قلت لكم لونه غامق كده علشان اساسا حطيت كمان معلقتين خل. لونه غامق كده لان الليمون كان عندي اسمر في الفريزر. كنت اي ليمونه تدبل في التلاجة او تسمر بقوم حطها في الفريزر وما برميهاش، لا القشر برميه ولا الليمونه السليمه لو باظت في التلاجة ما برميهاش. وزي ما انتم شايفين كده، وكمان كان عندي شويه قشر برتقال. قلت يلا بالمره هنجيب العلب بتاعتنا ونعبيه ونحطه في التلاجة، وكل يوم خدي لك معلقه منه على الصابون، على الهدوم، على اي حاجه تغسلي بيها. توكلي على الله يلا، حاجه ببلاش كده. هنا زي ما انتم شايفين عبيته في البرطمانات وعبيت في المهم اخدت بقى شويه دول كده هبغسل بهم معاكم المره الجايه المواعين. ما انا ورايا ايه غسيل المواعين، تعبانه ومتضايقه. تعالي نغسل المواعين مع بعض. اتمنى الفيديو يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.